عايزة تاكلي أكلة مشبعة وصحية ولذيذة كده وتتعمل في 10 دقايق. بجد الوصفة دي تحفة، هتغنيكي عن أي فطار تاني انتي أو حابة تبدأي دايت. دي أكلة حلوة قوي ولذيذة وصحية وخفيفة جدا، وفي نفس الوقت القطعة منها مشبعة قوي، مش هتحتاجي أي حاجة تانية معاها، وفيها كل العناصر الغذائيه. اول حاجه الخضار اللي معانا، هنجيب فلفل احمر اخضر اصفر براحتك خالص، وممكن لو مش عندك الوان استكفي بالاخضر، ومعاه كمان قرن حراق. هنقطع الفلفل الاحمر الرومي قطع صغيره عشان طبعا يبقى مناسب معانا الوصفه. ممكن تقطعيه جوليان بس رفيع مش تخين. بعد ما هقطع الفلفل اللي معايا كويس قوي قطع صغيره، هجيب الفلفل الاخضر. انا بحب اشيل الراس بتاعتها بالشكل ده وبلاقيها سهله، للي الفلفل بتاعها بيتكسر معاها تقدري تشيليها من الراس بالشكل اللي قدامك ده. هقطع كمان الفلفل الاخضر بقطع صغيره زي الفلفل الاحمر اللي عملناه. وبعد كده هجيب فلفل حراق، عايزه فلفل حراق براحتك، مش عايزه تقدري تستغني عنه مفيش اي مشكله. وعندي طماطمايه صغيره هقطعها برضو قطع صغيره. حد هيقولي مثلا ليه ما شلتش الميه بتاعه الطماطم؟ عايزه اقولك ان هي تستوي عادي، فما لهاش لازمه ان احنا نشيلها عادي، مش هتفرق. وهجيب البوله احط فيها بيضتين وعليها شويه من الفلفل الاسود، وانزل بكل الخضار المشكل اللي احنا قطعناه قطع صغيره. وبعد كده عندي شويه زيتون هقطعه برضو قطع صغيره واحطه عليه. عايزه اقولك الاكله دي فيها كل العناصر الغذائيه، لذيذه وسهله وسريعه وحلوه قوي. تقدري بقى تحطي عليها كمان جبنه موتزاريلا، جبنه شيدر، جبنه رومي، جبنه فيتا اللي هي كريمي، براحتك خالص. حطي الاضافات اللي انت عايزاها. هقلبهم كويس قوي مع بعض وادمجهم كويس قوي. هجيب الطاسه بتاعتي او صينيه او اي حاجه عندك، هحط فيها في القعر كده بالفرشه شويه من السمنه، مش كتير، عشان بس تديني لون من تحت، لون كده خفيف وجميل. مش هكتر عشان انا زي ما قلت لك صحيه فالدهون قليله. هحط بقى فيها العيش الشامي، ممكن عيش تورتيه، ممكن عيش بلدي، ممكن عيش شوفان، بص براحتك، بس يكون ترفع الجوانب عشان تديني الشكل اللي انا عايزاه. والتطعيمه كمان، وهقول لك التطعيمه في ايه. هنزل بيها بالخليط بتاعي في قلب العيش بالشكل اللي قدامك ده. يا اما تحطيه على النار بتاع البوتاجاز من فوق لمده ربع ساعه تلت ساعه على نار هاديه جدا ما تعليش، وتسيبيها لحد ما تاخد من تحت لون. وممكن تحطيها تحت الشوايه بعد كده، او انك تدخليها الفرن لمده برضو نفس المده ربع ساعه تلت ساعه على نار عاليه، هتلاقيها طلعت معاكي برضو بالشكل ده. عايزه اقولك طعمها لذيذ ومشبعه. عايزه اقولك كمان انك لو قفلتي العيش اللي طالع من الجناب دوت على قلب قفلتيهم على بعض كانك بتقفلي الساندوتش، طعمها حلو قوي ومميز كده وجديد. طعمها لا حلو، هيعجبك قوي. إيه وبس لذيذه. عايزه اقولك ان انتي اصلا مش هتحتاجي تاكلي حاجه جنبها، لان فيها كل العناصر، فيها الحلو والحادق. يعني فيها الفلفل الاحمر الرومي، وده بيبقى فيه نسبه سكريه كده بتبقى طعمها حلو. فلفل اخضر، وفيه حراق، وفيه زيتون يعني مملح، وفيه عيش وبيض. يعني مش هتحتاجي اي حاجه جنبها، بجد لذيذه وسهله وسريعه. تقدري تاخديها في اللانش بوكس او تاخديها معاكي في الشغل، وهتوفر معاكي وتشبعك حرفيا من قطعه واحده هتشبعي. وبس كده، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. اتمنى تدعموني بالاشتراك في القناه ولايك. عايزين نوصل 1000 مشترك قريب ان شاء الله، اتمنى تدعموني. يلا نشوفكم في وصفه جديده ان شاء الله. اي وصفه حابين اعملها لكم تقدروا تكتبوا لي في الكومنتات، وان شاء الله نعملها في اقرب وقت. زي ما قلت لكم، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتعملوا لايك وكومنت حلو كده زيكم، ونتقابل في وصفه جديده ان شاء الله. باي باي.